النهارده هنتكلم عن صفقة شاغلة دماغ كل الزملكاوية، صفقة شيكو ينزا. صفقة عملت حالة جدل غريبة كده ما بين الناس على السوشيال ميديا، وفجأة حصل انقسام بين مؤيدين وبين ناس شايفة إننا رجعنا تاني للصفقات الكسر، وفي ناس رايقة بقى شايفة إن الحكم على اللاعب في أول 24 ساعة ده مش منطقي. إنك تحكم على اللاعب من خلال فيديوهات ومن خلال شوية أرقام ده مش مقياس. تعال بقى افهمك كل حاجه تخص اللاعب شيكو ينزا، اللاعب اللي هيكون بنسبه كبيره جدا هو الوينج الشمال للزمالك في الموسم الجديد، اللاعب اللي فجاه بقى ترند. تعالوا هنتكلم باستفاضه شويه ونشوف هل شيكو ينزا ده فعلا صفقه كويسه ولا مضيعه للفلوس ومضيعه للوقت. بس قبل ما نبدا كلام عن اي حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الزملكاويه واشترك في القناه. عاوزين نوصل 10000 مشترك ان شاء الله في اقرب وقت. مبدئيا خلينا نقول ان الناس كانت موافقه اننا نجيب لاعيبه محليه مش قد كده وبفلوس معقوله، وده لان اي لاعب بره الاهلي وبيراميدز مش هيقدر يشيل مركز لوحده، ده شيء واضح للجميع. لكن الشرط كان واضح، الاربع اجانب يا معلم اللي هتجيبهم لازم يبقوا سوبر، وسوبر بمعنى الكلمه. وده اللي خلى الناس تتضايق شويه لما سمعوا ان اللاعب الاساسي اللي جاي في مركز الوينج هو شيكو ينزا. ليه؟ لان الناس مش شايفاه اسم كبير ولا ارقامه مغريه، بالعكس في ناس دخلت على المواقع الاحصائيات عشان يشوفوا ارقامه، لا اسمه مش موجود اصلا. لعب في البرتغال نص موسم، ماتشاته قليله، ارقامه قليله، ده حتى اليوتيوب يا راجل مش لاقي له فيديوهات. وده يرجعنا للنقطه اللي كلمتك فيها من شويه، ارقام اللاعب ما تقدرش ابدا انك تحكم من خلالها على اللاعب. يعني مثلا شيكو يانزا ده ممكن يلعب ماتش يكسر الدنيا بس ما يبقاش عنده توفيق في الماتش ده، او مثلا في لقطه تشوفه كده بيعدي من الفرقه كلها ويودي زميله انفراد وزميله يضيعها، فبالتالي مش هتحسب له اسيست. يعني مثلا بص كده للقطه دي، هو واخد الكره في الوينج الشمال ورايح بسرعته وفعلا قدر يوصل للكوره رغم تحجيز المدافع عليه، رفع عينه ولعبها للمهاجم بالمقاس بس المهاجم ضيعها. اذا مجهوده في الكره دي كله راح على الارض رغم انه حرفيا عمل كل حاجه صح، قدر يوصل للكوره، رفع عينه، عمل عرضيه رغم ان الوضع التشريحي لجسمه مصعب الامر، رغم كده مش هيتحسب له ولا هدف ولا اسيست. ده غير اصلا ان تقريبا كل الفرق اللي لعب معاها كانت بتصارع على الهبوط، فمن الطبيعي ان فريقه يكون عنده عقم تهديفي وده اكيد هيأثر على ارقامه. طب نحكم عليه ازاي؟ اتفرج على ماتشات كامله وشوف تحركاته وشوف تصرفاته بالكوره لما يبقى تحت ضغط مثلا. اللاعب ده سلوكياته ازاي في اوضه اللبس؟ هيبقى ايه رد فعله لما يتحط تحت ضغط جماهيري؟ حاجات كتيره جدا لازم تعرفها عشان تبدأ تحكم عليه، لكن صعب بل مستحيل انك تقدر تحكم عليه من خلال ارقامه وفيديوهاته بس. ولو على ارقام يعني فسامسون كان مكسر الدنيا مع ناديه قبل ما يجي الزمالك، ميشيلاك نفس الموضوع، وممكن اقول لك امثال من هنا للصبح. جمهور ريال مدريد نفسه وصف قبل كده صلاح ايام روما انه كان مجرد لاعب بيجري فقط، وبعدها بكام سنه مش عايز اقول لك يعني صلاح عمل ايه في الدوري الانجليزي كله. وعلى فكره انا مش بقول لك ان الصفقه دي هتكون صفقه الموسم وهي دي الصفقه اللي هتحول شكل الزمالك الهجومي وهي دي الصفقه اللي هتجيب البطولات كلها للزمالك، ولكن بحاول اوضح لك فكره اننا مستحيل نحكم على اللاعب او على صفقه عموما من غير ما يلمس معانا الكوره. طب ما تيجي نلقي نظره كده على ارقامه ومميزاته وعيوبه من خلال مشاهدتي لعدد من الدقائق للماتشات اللي لعبها. لو اتكلمنا على الارقام ومشواره هتلاقي ان شيكو يانزا صاحب ال 26 سنه جناح ايمن وايسر، يعني بيلعب كوينج يمين وكوينج شمال. بدأ في البرتغال، لعب في قبرص كذا تجربة، واخر محطة ليه كانت في الدوري البرتغالي الممتاز مع ستيرلا. لعب 13 ماتش معاهم منهم 8 اساسي، سجل هدف وحيد قدام بنفيكا. ومع اونور سوسيس في قبرص لعب 23 ماتش سجل فيهم 6 وصنع هدفين. انما بقى دوليا فهو بيلعب مع منتخب انجولا من 2018، لعب معاهم 7 ماتشات، اخرهم كان في تصفيات افريقيا قدام غانا والسودان. يعني باختصار كده ارقامه مش رهيبه ومش مأساويه برضه، بس مش بتاعه لاعب سوبر اجنبي تحط عليه امالك. بس هرجع واقول لك انها مش مقياس، ركز في النقطه دي. شيكو يانز لاعب سريع جدا وعنده مهاره فرديه كويسه بيقدر يفك بيها التكتلات، بيقدر يهاجم المساحات كويس جدا، وجناح مباشر بيحب يجري على الجون، بيلعب برجله الاتنين كويس نوعا ما ومميز جدا في الرأسيات. بس رغم كده عنده مشاكل واضحة، التزامه الدفاعي تقريبا شبه معدوم، قراراته اوقات بتكون غلط في التلت الاخير، يعني تقدر تقول كده انه بيراوغ اكتر من اللازم. من مشاكله برضو انه بيلعب بمزاجه، يعني اوقات تحسه رايق وبيقدم لك متعة حرفيا، واوقات تانية ما بيظهرش اصلا في الماتش. فاكرين يوسف اوباما؟ انا بحسه شبه يوسف اوباما بالظبط، سواء انه ممكن يلعب ماتش يقدم لك فيه كل حاجة وماتش تاني ما يقدمش اي اضافة،
وده تقدر تقول عليه انه ما عندوش ثبات في المستوى. رابع حاجة بقى واهم حاجة انه تقريبا ما بيحبش يجيب جون سهل، يعني لو الجون فاضي هو هيعمل لقطة مهارية الاول عشان يجيب جون، نفس ستايل يوسف اويما برضو لما كان بيروح انفراد ويشوطها بوش رجله الخارجي. يعني عنده مميزات ولكن عيوبه برضو مش قليلة. وهنا بقى يجي دور الجهاز الفني. هل هتعرف يا جهاز يا فني تهيئه نفسيا؟ هتعرف تخليه يلتزم دفاعيا؟ هتعرف تخليه يخلص الهجمة صح؟ اللي مطمني شوية من الصفقة دي إنها جاية بناء على رغبة يانيك فريرا. من عيوب السوشيال ميديا اللي ملاحظها إنك لازم تكون أحكام سريعة سواء إيجابية أو سلبية عشان تقدر تقدم تصور معين بشكل سريع وتدافع عن التصور ده وتقود الناس ليه كمان، وده بيتم وبيحصل لأغراض الريتش والشير والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. المشكلة اللي واجهتني إني مش قادر أقيم اللاعب حتى هذه اللحظة، وبعيدا عن تضارب الآراء ما شفتش تقرير مفصل عن اللاعب. كل اللي بيتكلم بيقولك ان اللاعب كويس او اللاعب وحش. انا مش عايز اعرف هو اللاعب كويس ولا وحش، انا عايز اعرف هو كويس في ايه ووحش في ايه وازاي هنستفاد منه وايه السلبيات اللي اشتغل عليها. والمشكلة دي نابعة من قلة الداتا اللي في ايدينا، خصوصا الداتا المختصة. اكيد فريق تحليل الاداء في النادي عندها ماتيريال تستند عليها في عملية الاختيار، يا ريت توصل لنا الماتيريال دي، رغم ان دي برضو حاجة مش ضرورية اننا نعرفها. كل اللي يهمنا اننا نشوفه في اقرب مباراة رسمية للفريق بيأدي وبيعمل فارق، وساعتها بقى نحكم براحتنا. باختصار محدش يؤيد ولا يهاجم قبل ما يشوف. التقييم مش بكام هدف في الهايلايتس ولا ارقام من الموقع عشوائي. شيكو يانزا صفقة مخاطرة، ممكن تطلع سوبر وممكن ما تضيفش اي حاجة للفريق لو ما توظفش صح. والموضوع في الاخر مش مسلسلات سمسارة بقى ولا خناقات جمهور ولا كل الكلام اللي انا سمعته ده. الموضوع شغل وجهاز فني وكشافين وإدارة. سيبوا اللاعب ينزل الملعب الأول وبعد كده احكموا براحتكم. أتمنى من كل قلبي إن شيكو يانزا ده يكسر الدنيا معانا ويعمل أرقام محدش عملها في فنجات الزمالك عبر التاريخ. في الأخير يا ريت ما نهدمش نادينا بإيدينا. كان معاكم هادي هشام، مع السلامة.